مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو المرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر لآخر المستجدات بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بحول الله، سنحلل في الأول صورة الساتي التي أخذت قبل قليل. من خلال تحليلنا لصورة الساتيل يتبين لنا مرور بعض السحب المدارية المتفرقة بجنوب أقل من الصحراوية لكن بدون فعالية. مع عدا هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، والرياح معتدلة شرقية ستهب بقية هذا اليوم على المناطق الشرقية والشمال الغربي، هذا مع استمرار طقس نسبيا حار بجنوب أقل من الصحراوية. وأما بخصوص الأيام المقبلة بحول الله كما جاء في آخر تحديث لهذا اليوم، فلا زالت التحديثات تشير لحالة من عدم استقرار بالمملكة خلال الفترة المقبلة ما بعد 15 من هذا الشهر، رغم الاختلاف في الكمية والمناطق المعنية، وهذا راجع لبعد المدة شيئا ما، ويبقى العلم عند الله عز وجل. إذا حسب هذا التحديث الأمطار حاضرة والله أعلم بتراكم معتدل شيئا ما بالمنطقة الشرقية أو الشمال الشرقي، ولكي تمتد هذه الأمطار بتراكم من معتدل شيئا ما إلى ضعيف حسب المناطق بطول الواجهة المتوسطية، ولكي تصبح هذه الأمطار بحول الله بتراكم مهم وقوي بكل من الريف والشمال الغربي، ولكي تمتد هذه الأمطار أيضا بنسبة معتدلة بطول الشريط الساحلي الأطلسي الشمالي الواقع بين طنجة والجديدة. لكن كلما توجهنا للسواحل الأطلسية الشمالية الواقعة شمال منطقة أسفي ومرتفعات الأطلس الكبير ومناطقه المجاورة، نقصت كمية الأمطار وأصبحت بتراكم ضعيف. أي كلما توجهنا للمناطق الوسطى الشمالية ومرتفعات الأطلس المتوسط ومناطقه المجاورة ومنطقة سيت والماس والمنطقة الغربية، زادت كمية هذه الأمطار وأصبحت بتراكم معتدل، والله أعلم. لكن أعزائي الكرام تبقى هذه مجرد توقعات أولية قابلة للتغيير في أي لحظة، العلم عند الله عز وجل. كونوا في الموعد وإلى اللقاء.